السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نبدأ سلسلة جديدة في التعريف بالتراث السوداني وبالكلمات السودانية الصعبة، بفيديوهات خفيفة ومتالية إن شاء الله كل مرة. الليلة أول كلمة خطرت في بالي إني أبدأ بها السلسلة دي كلمة الزول ده بقول لك بزبلع ساي. يزبلع يعني شنو؟ وزمان إحنا بنسمع حبوباتنا تقول لك تعالي يا ولد قبالة قوم أجيك يجيك الزبيعلي. فالزبيعلي ده منو؟ الزبيعلية دي في الحقيقة هي ما كلمة شينة، ما بعاتي ولا ودن بعلو ولا بلمبة، لا الزبيعلي ديل كانوا فئة ضالة ادعت التصوف في بداية الدولة السنارية اللي هي دخلت السودان. كيف الزبيعلية دي؟ يقال انه عبد الله العركي مؤسس الطريقة العركية ذهب للحج سنة 1517 وهناك تعرف على 7 من علماء مكة أو أشراف مكة، جابوا معه السودان واستقروا في بحراز. كان من ضمن ال7 ديل واحد اسمه الشيخ محمود الغريب. الشيخ محمود الغريب ده جاء اتزوج عندنا في السودان هنا من منطقة العركيين في بحراز، زوج بنت سودانية وأنجب منها ولد اسمه بكر. البكر ده دخل في خلوة روحية أو خلوة شيطانية الله أعلم، طلع منها بعلوم كثيرة جدا جدا، من علوم السحر والشعوذة والدجل والكرامات الشاذة، اللي هم كانوا بيربطوا التمساح، يعملوا تمساح بتعطين ويربطوه من خشمه. التماسيح اللي في البحر كلها تاني ما بتقدر تاكل، لا بقره اللي بتقدر تاكل زول ما لم يفكوا التمساح اللي عاملينه التمثال بتاع الطين ده. وكان برضه بخطوا خط بين العجول والبقر، العجول ما بيجن على امات يرضعن، فكان سحر شديد يعني. واتبعوا المذهب ده، اتبعوه ناس كثيرين جدا جدا في وسط السودان. بعد وفاه البكر خلفوا واحد تاني من التابعين بتاعينه اسمه ادم عبد الله أبجريد. الشيخ آدم عبد الله أبجريد ده وسع الطريقة من الرصيرس لغاية الخرطوم وبلغت كسلة وبلغت جبال تقلي، فكان عنده أتباع كتار جدا جدا. بعد وفاته جاء واحد ثاني اسمه كرين ود عبد الله، الشيخ كرين ود عبد الله. كرين ده ما قصدهم بالكرين بتاع العربات، لا اسم في السودان في اسم زي ده اسمه كرين. فالشيخ كرين كل الناس المسميين الشيخ كرين مسميين كرين تقريبا، مسميين على الشيخ كرين ود عبد الله ده اللي هو كان الخليفة الثالث للزبيعلية. كرين برضه وسع الطريقه لكن دخل في مناظرات شديده مع الشيخ فرح والتكتوك، وان شاء الله نفرد له حلقه براو نشوف المناظرات اللي حصلت بيناتهم شنو. وقاموا عليه المشايخ بتاع سلطنه السنار وناظروه زي الفقيه عمر وجاه الله والفقيه قنديل البديري، وافحموه واتكالبن عليهم القبائل وتشتتوا، سكنوا جهه كسله وجهه الحاج عبد الله وجهه خضر في الجزيره. وبعد ذاك الطريقه ماشيه في انحسار، لانه كان في فتره من الفترات سار عليهم الملك احمد ود سليمان ملك الجموعيه وحاربهم، وصار عليهم برضه واحد ثاني من الفقهاء كان معروف اسمه الفقيه بدري ابو صفيه. الفقيه بدري ابو صفيه ده كان عنده ميليشيات عديل، شغلته كان الحرب بتاعت السحره، فسار لهم في جبال تقلي وحاربهم وكلهم استتابوا ورجعوا للاسلام. وبعد ذاك ما ظهروا في الاسلام الا مع الدوله التركيه مع بدايه العهد التركي 1821، لكن بقوا بمارسوا الطريقه بتاعتهم في سريه تامه، وهم تقريبا لتاريخ اللحظه موجودين، اللي هم الناس اللي بيكونوا عاملين فيها هم صوفيه لكن في نفس الوقت بيمارسوا السحر. فديل الناس المعروفين بالزبيعليه، اتكلموا عنهم في الكتب والمصادر زي دكتور الطيب محمد الطيب في كتاب الشيخ فرح التكتوك حلال المشبوك، اتكلم عنهم نعوم شقير، اتكلم عنهم برضو في الطبقات والضيف الله الشيخ الفقيه والضيف الله في كتاب الطبقات المشهور. كانت برضو في دكتوره محاسن زين العابدين كتبت الدكتوراه بتاعتها في حاجه اسمها الاسلام الباطني في السودان. دي المراجع الانسان اذا داير يعلم حاجه او يضيف حاجه عن الزبيعليه يرجع لهم. وشكرا لكم وان شاء الله نتلاقى في فيديو ثاني.